الفاليو كوميونيكيشن ازاي ان احنا نتكلم او نوصل القيمة بتاعتنا، وزي ما قلنا هنفوكس اكتر على الكارير. تمام. طب احنا بنقدر ان احنا نظهر نفسنا او نوصل القيمة بتاعتنا في ايه بالظبط في الكارير؟ اول حاجة من خلال البيرسونال براندنج، تاني حاجة من خلال السي في او الكفر ليتر بتاعنا، تالت حاجة من لينكد ان في حد ذاته، وعندنا كمان في الانترفيوز في حد ذاتها. تمام. فأول حاجة خلينا نتكلم عن البيرسونال براندنج. هل أنا لازم يبقى عندي 10 20 30 سنة خبرة في حاجة معينة وعملت إنجاز محدش عمله، أو إنجاز كبير يعني، عشان أقدر إن أنا أقدر أعمل بيرسونال براندنج ولا لأ؟ فهنتكلم في كام بوينت هنا بخصوص البيرسونال براندنج. أولا، لو هتتكلم عن حاجة خليك حقيقي. دونت فيك ات، ما تبقاش فيك او مش حقيقي او ان انت تكذب. تمام. عملت حاجه بارقام معينه وهكذا، وعملت حاجه ليها امباكت سواء برقم او بكواليتي، فتمام ابدا اتكلم عن ده. طيب لو انا لسه في الجامعه، لو انا لسه متخرج، لو انا بقالي كام سنه متخرج بس ما اشتغلتش كتير، او اشتغلت بس حاسس ان انا ما عنديش حاجه ان انا اتكلم عنها، فاعمل ايه؟ بكل بساطه، لو انت مثلا حد في الجامعه، ابدا اتكلم اونلاين او خصوصا على لينكد ان عن الدراسه بتاعتك، عن الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها. مش لازم حتى ان انت في الشغل بتاعك في حد ذاته. انا ممكن اكون شخص مهتم بالمنتل هيلث مثلا، او مهتم بحقوق مش عارف ايه، ضد العنصرية وحاجات من دي. فهو دي مواضيع ممكن ان انت تبدأ تتكلم عنها، فانت تأتراكت الناس اللي شبهك، الناس اللي هي مهتمة بحاجة زي دي، الناس اللي هي مهتمة بحاجات اجتماعية او حاجات لها علاقة بالهيومن بينج، او حاجات لها علاقة بالمنتل هيلث، او حاجات لها علاقة مش عارف بالبيئة. حسب الحاجة اللي انت مهتم بيها. المهم ان انت تبدأ تتكلم عن حاجة انت مهتم بيها، عملت فيها انجاز تمام، او عندك خبرة كبيرة فيها وواثق من ده، فتمام. ما عندكش خبرة فيها بس انت ممكن تبقى حاجة بره الشغل، فتبدأ تتكلم عن ده، ان انت رأي تتكلم عن آرائك والمعتقدات بتاعتك وافكارك. بتاخد كورس مثلا، ابدأ طبق الكورس ده، او ابدأ شير عن الحاجات دي. انا النهاردة كنت بذاكر فرونت اند ومش عارف، اتعلمت كذا، فابدا اتكلم عن ده. فاولا اديك لقيت حاجه تعمل بيها بيرسونال براندنج، او ان انت تتكلم اونلاين وبشكل حقيقي، وحاجه كويسه. تمام. وحاجه كمان في الفيلد بتاعك. ثانيا، انت بتبراكتس او بتمارس اللي انت بتتعلمه. تمام. لان احنا بنتعلم بطرق مختلفه، كل ما بنتكلم عن حاجه نكتبها، نقراها، نسمعها، نشوفها، كل ده بيساعدنا اكتر ان هو يثبت او يزود نسبه التعلم بتاعتنا للشيء ده. تمام. ده غير ان انت كمان هتساعد غيرك ان هو يعرف حاجه، وان هو يتشجع يتحرك. تمام. فبيرسونال براندنج، بتاخد كورس معين، بتذاكر حاجه معينه، بتتعلم حاجه في الكليه، بتتعلم حاجه في كورس، مهتم بمواضيع او قضايا معينه، ابدا ان انت تتكلم عنها. هتبدا انت كده تجذب الناس اللي شبهك، او الناس المهتمه بالحاجات دي، او الناس اللي هي بتحب تكونكت مع ناس اكتف اصلا على لينكد ان، او ناس بتتكلم كده وليها كيان، ليها وجود. فاهم؟ مش ناس كده بلا اراء بلا افكار بلا وجود ولا حاجه. فلا، هتلاقي حاجه ان انت تبدا ان انت تتكلم عنها. ابدا احتك بالناس الشاطره، الناس الكويسه، الناس المؤثره. تمام. بس ازاي بقى؟ لان ناس كتير قوي بتقعد تقول لك كومنت عند الناس، اعمل لايك للبروفايل، فيو البروفايل، الحاجات دي طبعا صح وكويسه، بس بشكل تاني. حد منزل بوست بيتكلم عن حاجه معينه، لو الحاجه دي انا مش مهتم بيها او ما فهمش فيها، مش لازم اقعد اكتب بقى 100% agree و love it وبتاع. لو انت حقيقي حبيت الحاجه دي، اكتب love it. كونكت مع ناس شبهك، فلما هيتكلموا عن حاجات انت مهتم بيها او بتحبها، فهتلاقي عندك اراء حابب ان انت تشاركها، تتكلم مع الناس دي، هتكومنت، يعني هتعمل كومنت فيه فاليو، فيه قيمة، كومنت حقيقي بسؤال، بتشارك رأيك او اقتراحاتك بالنسبة للموضوع ده. ممكن تكلم الناس، مش لازم تكومنت ومش لازم تكتب، ممكن تتكلم مع الناس. لقيت احمد مثلا حد مهتم بريموت وركينج وانت عايز تشتغل شغلانه ريموت وهكذا، ادخل تعرف على احمد، اتكلم مع احمد، انا مهتم بالحاجه زي دي. طب انت احمد بتعمل ايه؟ هل جربت قبل كده؟ هل اشتغلت قبل كده؟ ابدا اتكلم مع الناس، فالناس هتعرفك، هتبقى ليك صورة، الناس هتبقى فاكراك. لا، حتى لو نسيتك، بس لما ترجع تتكلم معاهم تاني هيفتكروك. لو ناسيينك فهتفكرهم بالمواقف اللي حصل قبل كده. فانت بالطريقة دي بتبدأ تعمل ليك وجود اونلاين، بتبدأ تعمل ليك بيرسونال براندنج. لكن تاني، اوعى تكذب، اوعى تعمل حاجات فيك، اوعى ما تبقاش انت. خليك انت، اتكلم عن شغلك، اتكلم عن الحاجات اللي بتذاكرها بتتعلمها، اتكلم عن مواقف وحاجات بتحصل معاك وهكذا، اتكلم مع الناس، كومنت وكونكت مع الناس اللي شبهك والناس اللي هي مهتمة بحاجات انت مهتم بيها. على الاقل ده هيبقى حافز ودافع ومصدر الهام ان انت تفكر في حاجات تانية، فممكن تتكلم عنها، غير ان انت ممكن تتعلمها اصلا اوريدي. يعني زي ما قلنا، لو بتذاكر كورس وبتبدا ان انت تكتب عن ده الحاجات اللي انت اتعلمتها، فهي زكاة علم، وفي نفس الوقت بيرسونال براندنج بتساعدك ان انت تتعلم الحاجة دي بشكل احسن وبشكل افضل.
فده بكل اختصار الجزء اللي علاقه بالبيرسونال براندنج. ما تخافش، ما تتكسفش، انت خد خطوه واحده هتلاقي نفسك بتمشي في الطريق، يعني بتمشي في الخطوات. ما تقولش انا ما اعرفش حاجه فالناس هتتريق عليا، الناس هتقول عليا فيك، الناس هتقول عليا بضحك عليهم مش عارف ايه. لا، طالما انت راجل بتتصرف كأنت ومش بتقول حاجة كذب او حاجة فيك او حاجة مش حقيقية او مش بتصطنع، فلا تمام، وهتلاقي الامباكت بيظهر. وما تتوقعش ان انت تبدأ تكتب النهاردة فخلاص بقى تلاقي ريتش وكومنتس وبتاع حاجات كتيرة جدا ووظائف الشغل بتترمي عليك. لا مش كده، انت بتعمل بيرسونال براندنج لهدف، والموضوع بيتبني خطوة خطوة يعني. بس خدت خطوة النهاردة، بص عليها كمان 3 شهور 6 شهور كمان سنة، هتلاقي فعلا الموضوع فرق معاك قد ايه بحاجات كتيرة جدا. لو ما كانتش فرص شغل احسن او فرص شغل، هتلاقي ان انت بتعرف ناس لطيفة وناس كويسة وناس شبهك وناس شاطرة كمان في الحاجات اللي انت عايز تبقى شاطر فيها، وهتبقى شاطر زيهم يعني. تمام، لان هتحيط نفسك بناس شبهك او ناس شاطرة في حاجات معينة او ناس نظيفة وناس لطيفة. هتلاقي نفسك عندك برضو سكينة، هنذكر الكلمة دي تاني، ان انت محاط بناس شبهك وحاجات شبهك مش حاجات مختلفة عنك، وقادر انت تتكلم وتعبر عن ارائك وافكارك، وقادر انت تتكلم في الحاجات دي مع الناس بشكل دايركت في الانبوكس مثلا او في الكومنتس وبشكل بابليك. لما بتكومنت عند الناس، فانت بالنسبة للينكد ان بتزود الفيزيبيليتي بتاعتك، او ان انت الناس تشوفك. يعني مثلا انا كونكشن عند محمد عندي في الكونكشنز بتاعتي على لينكد ان، ومحمد عنده صاحب اسمه محمود، ومحمود مهتم بريموت وركينج برضه. لو محمد عمل كومنت عند محمد ده اللي عندي، تمام، دي هتظهر لي في النيوز فيد. تمام، فانت لما تعمل نفس الكلام هتظهر لناس تانية، ناس تانية هتشوفك، الناس هتحب اللي انت كتبته، هتحس ان انت شبههم. فزي ما انت بتدور على ناس شبهك هتلاقي ناس بتدخل بتعمل لك لايكس، بترد عليك، بتبعت لك كونكشن ريكويست اصلا. فهتلاقي لا، انت بتزود الفيزيبيليتي بتاعتك وان انت تتشاف بكل بساطه، ان انت تتشاف. تمام، فده مع الوقت هتلاقي الناس بتكونكت معاك، الناس بتكلمك. لما تروح تكلم الناس فالناس هتبقى حابه ان هي ترد عليك، لان دي فكره وجودك اونلاين، او ان انت تبقى اكتف وليك وجود حقيقي كبني ادم، مش حد كده صامت كده صنم. فلا الحاجات دي بتفرق مع الناس يعني. دي حاجه اتعلمتها برضو في السيلز في شغلي. بتفرق فعلا لو انت رايح تكلم حد وانت باين عليك تايه او متلخبط او مش عارف حاجه اصلا، فمحدش هيتكلم معاك. لما الناس تبص لك كده، فانت لا، ليك ايمج، ليك صوره موجوده اونلاين ان انت حد اكتف، حد شاطر، حد فاهم في الحاجه اللي هو بيعملها. دي الصوره هتبقى في اذهان الناس حتى هتحب ان هي تتكلم معاك. يعني انت لو قصادك اتنين، واحد مش عارف يتكلم، او واحد ما عندوش حاجه يتكلم فيها بس جاي يتكلم معاك وجاي يتكلم معاك وخلاص، انت هتتوه منه وهتتقفل منه اصلا. حد لا جاي، تمام، الشخص ده في كلامه باين ان هو عارف يتكلم اصلا، تمام، ده في المطلق. ثانيا عارف يتكلم في ايه، او عارف يتكلم كويس في الحاجه اللي هو بيتكلم فيها، فلا هتفرق معاك ان انت هتحب ان انت تتكلم مع الشخص ده. لو الشخص مشغول فهيرجع ان هو يكلمك، لكن لو انت مش انترستنج بالنسبه له او مش قايل حاجه بتريزينيت او مرتبطه بالشخص ده، عشان في ناس مثلا بتقعد تقول حاجات ملهاش لازمه، حاجات مش مرتبطه بالشخص اللي قصادها. زينا احنا في السيلز، لما ريتش اوت تو يو، ان انا ابعت لك مسج او اكلمك كول او ابعت لك ميل، لو انا ما بتكلمش في حاجه هتفيدك او في صميم اللي انت بتعمله او مهتم بيه وهكذا، هو مش هيرد عليا ليه؟ لكن لو هبعت لك حاجه فعلا دي لها علاقه باللي انت مهتم بيه او عندك مشكله فيها او بتتكلم عن الحاجات دي وده باين، فلا هتشجع ان انا ارد عليك. ولو انا مشغول هرجع لك، او هفكر فيك، او لما هتعمل فولو اب معايا او هشوفك في موقف تاني مختلف، ههتم ان انا ارجع لك او اتكلم معاك، او احب حتى ان انا اتعرف عليك يعني. تمام، تكومنت عند الناس ده هتزود فرصة ان انت تتشاف اكتر. خليك حقيقي واتكلم في حاجات فعلا انت بتحبها او مهتم بيها في الكارير او بره الكارير. بس طبعا لازم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحتفظ بالسياق بصورة عامة يعني. بس اتكلم عن فلسطين عادي جدا، هو لينكد ان وكل حاجة، بس احنا عايزين الناس الغير عرب ان هم يعرفوا ويشوفوا كل حاجة يعني. تمام، ثانيا في الكفر ليتر او في السي في، الناس مثلا بتكتب في السي في انا اشتغلت في الشركه الفلانيه من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، اشتغلت هنا عملت هنا، او بتحط سكيلز وخلاص. لا، لو انت هتكتب شغلانه معينه اكتب انت عملت ايه. الحاجات دي هتعرف اللي بيشوف السي في بتاعك انت بتعرف تعمل ايه بجد، مش مجرد انت اشتغلت بزنس ديفلوبمنت او سوفت وير ديفلوبر في الشركه دي، لا انت بتعرف تعمل ايه. لما هتكتب فالناس هتفهم انت بتعرف تعمل ايه، حتى لو مش بيفاليديت الاسامبشنز بيهايند وات يو ار دوينج، او مش بياكد ان انت عندك خبره في ده، بس خلاص لا الواد ده عمل الواحد اتنين تلاته اربعه، خلاص في الانترفيو هتكلم معاه فيه. فهتفرق ما بينك وبين حد تاني مش كاتب حاجه. والنقطة التانية ان انت تعرف الدومين لانجويج بتاعة الشغلانة بتاعتك او لغة الصنعة بتاعتك. ان انت مثلا في البيزنس ديفلوبمنت في مصطلحات معينة احنا بنتكلم عليها زي الكواليفايد opportunities، الجنريتد ريفينيو، السكيورتي، مش عارف ايه.
تحاول انت تسيرش وتعرف الكي ووردز اللي هي بتستخدم في الشغل بتاعك او في المجال بتاعك. اسال الناس حواليك والناس اللي بتشتغل في نفس الشغلانه بتاعتك، سيرش اونلاين، اسال تشات جي بي تي. فدي حاجه برضو بتقدر تكوميونيكيت الفاليو بتاعتك بشكل احسن من خلال السي في لما الناس تقراه. تمام. هتحط سكيلز، هتحط اي حاجه، حاول تخلي الحاجات دي فعلا موجوده عندك. تمام. مش عشان مكتوب في الجوب ديسكريبشن ان احنا عايزين حد عنده سكيلز في 1 2 3 4، لا، انت فكر شوف انت قادر تريليت او ان انت الحاجات دي بتعبر عنك او مرتبطه بيك ازاي. لو مش بنفس الكلمه او بنفس المصطلح او بحاجه مختلفه او بعيده شويه او بشكل غير مباشر مرتبطه بيها، عبر عن ده بالشكل الصح وبالطريقه الصح. وزي ما قلنا اكتب تفاصيل في الشغلانات اللي انت عملتها. في مثلا انت مقدم على وظيفه تانية غير المسمى الوظيفي الاساسي بتاعك، بس انت بتعرف تعمل الحاجه دي او هي نفس شغلانتك بس بشكل تاني مختلف. فدايما خصص السي في بتاعك تمام بما يتناسب مع المطلوب، او خليه مباشر موجه للحاجه دي. انا مثلا في شغلانتي عملت 1 2 3 4 في حاجتين اساسيتين او دول الحاجتين المطلوبين في الشغلانه التانية اللي بقدم عليهم، فاكتب ده بس او ركز على ده اكتر بحيث ما تبقاش حشو معلومات وحاجات كتيره، لا، يبقى الموضوع موجه للحاجه اللي انت بتتكلم فيها. تمام. الكفر ليتر حاجه من الحاجات اللي بتكوميونيكيت الفاليو بتاعتك من خلالها. لما تروحش تسال الشات جي بي تي، هو ممكن بس يساعدك ان انت كانسبيريشن يعني او تغذيه بصريه وتغذيه عقليه ان انت ممكن تعمل ايه او تفكر ازاي. بس في الكفر ليتر هو مثلا انت بتبدا في الاول ان انت انترستد واكزايتد ان انت بتابلاي للاوبورتيونيتي دي، بعدين ابدا اكتب ان انت عندك اكسبيرينس في 1 2 3 4. الاكسبيرينس دي لازم تبقى عندك بالفعل وفي نفس الوقت متوافقه مع المطلوب في الوظيفه. وبعدين ممكن مثلا تذكر مثال ان انت قدرت تحقق 1 2 3 4 وتعمل 1 2 3 مع الشركه او مع الشركات اللي انت اشتغلت فيها او واحده من الشركات اللي هي كانت نفس الشغلانه واكتر واحده مرتبطه بالحاجه المطلوبه في الجوب ديسكريبشن او فيها اتشيفمنتس هم بيدوروا عليها ان انت هتعمل ده اوريدي في الشغل. تمام. خليك حقيقي في الكفر ليتر. الموضوع مالوش ملكة حتى لو الناس بتتكلم ان انت الموضوع بتعمله بخطوات 1 2 3 4، بس بيرسونال اكسبيرينس دي بتاعتي انا. تمام. ان في اوقات كتير اتكلمت بطريقتي، عبرت بطريقتي، وخصوصا لما كنت مثلا بريسيرش عن الشركه فلاقي الشركه ان هم باين ان هم بني ادمين اكتر بيهتموا اكتر بالهيومن بينج او عندهم فاليوز زي الكايندنس، بينج ترانسبيرنت، مش عارف ايه. فدي حاجات انت ممكن تكتب في الكفر ليتر بتاعك، الحاجات اللي هي كارير بيزد او الحاجات اللي هي مرتبطه اكتر بالكارير. بس ممكن تكتب ان انت مهتم وحابب تشتغل في الشركه دي لان دي واحده من السكيلز بتاعتك او الفاليوز بتاعتك. فدي حاجه مخليك مهتم او حابب او شايف نفسك مناسب للكالتشر بتاعتهم. اتكلم بطريقتك، عبر بطريقتك، وثق في نفسك. تمام. حتى لو الحاجه دي مختلفه او جديده، بس ثقتك في نفسك في الحاجات اللي انت بتكتبها وفي الطريقه اللي انت بتتكلم بيها هتفرق جدا مع الناس. تمام. ده بالنسبه للسي في والكفر ليتر. وقبلها اتكلمنا عن البيرسونال براندنج. بتكلم بشكل سريع وبشكل مش عميق قوي بس على حسب الحاجات اللي انا اعرفها والخبره بتاعتي في الجزء ده. وفي نفس الوقت ايه، لو تعرفوا حد شاطر في الحته دي ممكن تبعتولي وانا هحاول ان انا اتكلم معاه ونستضيفه فنبدا ان احنا نتكلم بسكوب اكتر وبشكل عميق اكتر في الجزء ده. لكن احنا زي ما ابتديت في الحلقه اللي فاتت بنتكلم بنكسر مفاهيم او الصوره الكبيره، بنشيل الغمامه حبه حبه على قد ما نقدر يعني. تمام. الجزء الثالث في الفاليو كوميونيكيشن هو لينكد ان اكونت. لينكد ان بتاعك، لينكد ان بتاعك ممكن يبقى فاضي وتشوف اكونتات شكلها حلو قوي ومليانه حاجات حلوه. زي ما في السي في قلنا ان انت حط الشغلانه بالتفاصيل وحط الاتشيفمنتس سواء ان هي ماديه او معنويه. ماديه مثلا بالارقام ان انت جبت مبيعات برقم الفلاني، قدرت ان انت تزود مش عارف الافشنسي بتاعت البروسيسز بنسبه قد ايه او برقم قد ايه. لو في حاجات تانية معنويه ان انت قدرت تعمل 1 2 3 4، فهو الموضوع مش بالارقام بس، اهم حاجه حسب طبيعه شغلك وحسب اللي انت عملته. فدايما زي ما هتعمل ده في السي في خده كوبي بيست على لينكد ان بنفس التفاصيل موجوده عندك في السي في، حطها في لينكد ان برضو عشان دي تشانل الناس بتشوفك من خلالها. تمام. في ناس هيد هانترز مثلا، ناس تالنت اكوزيشن او هم الاتش ار بيدخلوا يدوروا على الناس فيقدروا يفهموا انت بتعمل ايه وشاطر في ايه لو انت مش حاطط السي في بتاعك، او ان هو بنظره سريعه هيبص على البروفايل. فدي حتى لما تيجي تكونكت مع الناس او تنجيج مع الناس وتكومنت هنا وتتكلم هنا، الناس دي لو عندها فضول تدخل تبص عندك هتعرف انت بتعمل ايه. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي انت تقدر تكوميونيكيت الفاليوز بتاعتك او بتكوميونيكيت القيمه بتاعتك من خلالها يعني. تمام. عندك في لينكد ان في تفاصيل كتيره جدا، ممكن نعمل فيديو وناخد كيس ستادي من الاكونت بتاعي برضو، دي حاجه انا بفكر فيها. بس عندك تحت الاسم كده بيبقى فيه سيكشن بتحط فيه الهيدلاين. حاول تحط في الهيدلاين الحاجات اللي انت شاطر فيها او بتعملها، الشغلانه بتاعتك، الاندستري بتاعتك، حاجات مهمه او اساسيه بحيث ان انت لو بتكومنت كده بيبقى ظاهر الاسم وتحته الهيدلاين او حته من الهيدلاين، ففي ثانيه واحده الشخص يبقى قادر يعرف انت مين وبتعمل ايه. تمام.
حاجه ليها علاقه بالفاليوز بتاعتك او القيم بتاعتك كبني ادم، حاجه ليها علاقه بشغلك او الاندستري، ان انت بتشتغل بي تو سي، بتشتغل بي تو بي، بتشتغل اي او اس، بتشتغل اندرويد، مش عارف فرونت اند باك اند، الحاجات دي. فدي حاجه مهمه، او تريكات صغيره برضو بتكومينيكيت الفاليوز بتاعتك حتى لو بشكل صغير يعني. تمام. الانترفيوز، في الانترفيوز كان في فيديو عملته بس حاسس عايز ارجع اعمله تاني يعني بشكل افضل واذاكر فيه شويه او ارتب الدنيا، لان انا ما كنتش مرتب وقتها ودخلت اتكلمت بشكل كده مش احسن حاجه. الانترفيوز قبل ما تعمل انترفيو دي حاجه مهمه جدا. اقرا الجوب ديسكريبشن كويس جدا، بالله عليك اقرا الجوب ديسكريبشن بشكل كويس جدا، عشان لما تختار ان انت وتقرر ان انا هقدم في الوظيفه دي تبقى متاكد ان الوظيفه دي فعلا مناسبه ليك، او هي ضمن الحاجات اللي انت شاطر فيها وبتعرف تعملها. تمام. مش لازم تبقى 100% عندك الحاجات المطلوبه. الناس اللي عندهم اكسبرت في الحته دي دايما كانوا بينصحوا لو انت بس بتماتش 60% فادخل وقدم. طب ممكن يكون عندك فاليو او سكيل او اكسبيرينس مختلفه عن ناس كتير، او ان انت قادر تكومينيكيت الفاليوز بتاعتك من خلال الانترفيو، هتبقى احسن من ناس تانية. انت عندك هيومن بينج سايد لطيف جدا والناس بتحب الجزء ده، فممكن يفضلوك عن حد تاني. انت شخص كويس وملتزم، في حد شاطر لكن عنده مشاكل في الالتزام او مشاكل في حاجات معينه فهيفضلوك اكتر. الناس دايما بتقول خد الحد المناسب، مش لازم اشطر حد، والحاجات التكنيكال سهل ان احنا نتعلمها ونذاكرها سوا يعني. تمام. زي ما ذكرت في موضوع السيشن بتاع ناتالي فيشر، هي اتكلمت عن الانترفيوز ان هي استراتيجيك كونفرزيشن، هي محادثه استراتيجيه ما بين انت والناس بتاعه الشركه، وين وين سيتويشن. انت عايز تكسب الشغل، هم عايزين يكسبوا حد مناسب شاطر قادر ان هو يعمل الوظيفه دي. فدايما حط في دماغك ان انت تفكر من المنطلق ده. دي هتساعدك برضو ان انت تهدى شويه، ان انت تبدا تفكر بشكل احسن. وزي ما كنا بنقول اقرا الجوب ديسكريبشن كويس، خد نوتس على جنب من المطلوب بشكل مختصر، وحاول ان انت تريليت او جنبهم كده جنب كل بوينت ان انت الحاجات اللي عندك شبه الحاجات دي. تمام. ادخل سرش على الشركه، ذاكر الشركه. مش لازم بقى تقعد تعمل ايفورت كبير جدا جدا، لا حاول تشوف الحاجات المهمه ان انت محتاج ان انت تذاكرها. في شركات ولو انت عايز تشتغل شركات كبيره، فالشركات دي بتبقى عامله حاجه اسمها هاند بوك. الهاند بوك حاطه فيه حاجات وتفاصيل رهيبه جدا جدا جدا. ومن بيرسونال اكسبيرينس اهو بقول لك الموضوع فرق معايا. الموضوع فرق معايا من شركه كبيره جدا وقبض بالدولار وبره وبتاع وشغل جامد جدا. قدمت فيها كتير قوي، كنت بجيت ريجكتد دايما من قبل ما ادخل انترفيوز. تمام. وانا لسه في الانترفيو بروسيس او الهايرنج بروسيس بتاعتهم. بس لما مره قررت ان انا ادخل واذاكر في الهاند بوك، لقيت اجابات كتير جدا على اسئله في دماغي، بقى عندي كلاريتي كده او وضوح على حاجات كتيره جدا مش واضحه بالنسبه لي. قدرت ان انا ادخل انترفيو بثقه شويه، قدرت ان انا ادخل انترفيو وانا عارف هما بيدوروا على ايه، مهتمين بايه وبيحبوا ايه. لان زي ما كنت بقول الناس برضو في ناس بتقيم جدا الجزء الادمي بتاع الناس او البني ادمين. فالناس مهتمه جدا ان هي تهير ناس كايند، ناس لطيفه، ناس طيبه، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم، والكلام ده حقيقي بالنسبه لهم مش كلام لطيف وخلاص. وانا اكسبيرينس ده لما دخلت اتكلمت مع ناس في الشركه بهدف ريسيرش برضو وكده، فكانت دي حاجه لطيفه بتريزونيت معايا جدا. عرفت ان انا الشركه دي انا هعمل ايفورت وراها، ودي حاجه فعلا مناسبه بالنسبه لي، عشان ما اقعدش اعمل مجهود واخد من وقتي في فرص كتيره جدا مش مناسبه بالنسبه لي. فاقرا الجوب ديسكريبشن كويس، خد نوت، ادخل ذاكر الشركه. تذاكر الشركه منين؟ سيرش عليها اونلاين، شوف الويب سايتس اللي بيبقى عليها ريتنج وحاجات ليها علاقه مثلا بتقييم الانترفيو والاسئله اللي في الانترفيو وهكذا، زي جلاس دور وغيرها. الويب سايت بتاع الشركه جزء مثلا ان هم بيقول لك الاخبار، مثلا احنا كنا في عملنا بودكاست مع حد، طلعنا في الاخبار في كذا، في اخبار عن فند للشركه والحاجات دي. دي دايما مش موجوده وبس، دي حاجات بتدي لك انسايتس عن الشركه ووضعها واللي بيحصل معاها. ممكن تلاقي تفاصيل في النص كده مهمه جدا هتفرق معاك وهتاخد بالك منها. في شركات مثلا ممكن بتحط تفاصيل كتير عن الهايرنج بتاع البيزنس ديفلوبمنت، عن الهايرنج بتاع البرودكت تيم، فتلاقي حاجات كتيره جدا مرتبطه بيك هتساعدك انت تدخل انترفيو وانت واثق من نفسك ومرتاح شويه وهكذا. تمام. انا بخاف من الانترفيوز، انا مش عارف ايه، ده فيديو برضه كنت عملته بس مش احسن حاجه، فخلينا نتكلم برضه سريعا عن الموضوع. انت بتخاف ليه من الانترفيو؟ انت لو بتخاف فانت مش هتدخل انترفيوز، ولو دخلت هتدخل وانت متوتر، مش هتعرف تتكلم عن نفسك بشكل احسن، مش هتعرف تكومينيكيت الفاليوز بتاعتك، فانت نسبه ان انت تخسر الشغلانه كبيره جدا. انا قلتها قبل كده هم مش هيضربوك بالنار يعني. طيب انت داخل بهدف، اقعد تفكر مع نفسك انا ليه قدمت في الشركه دي. وزي ما قلت انت بتريسيرش على الشركه او بتقرا الجوب ديسكريبشن كويس وتفهم الشركه عشان تشوف هي فعلا مناسبه للحاجات اللي انت بتدور عليها كبيئه عمل وكمرتب وكارير جروس ولا لا. لان دي حاجه هتساعدك لما تسال نفسك السؤال ده قبل الانترفيو بشويه او بفتره او بايام، انا ليه داخل الانترفيو ده. لما هتلاقي عندك اجابات واجابات حقيقيه بتماتش معاك او قريبه ليك او بتعود عليك،
هتلاقي نفسك لا، لو انت خايف بس هتلاقي نفسك عندك الدافع ان انت لا انا هدخل انترفيو، انا هذاكر مره كمان. او هتلاقي في اسباب تساعدك ان انا عندي الاكسبيرينس وعندي وهم طالبين كذا وانا عندي حاجه حلوه جدا في الحته دي، هتبدا تهدى، تبدا تاخد ثقه، وتدخل انترفيو بشكل كويس. فكر ان هي محادثه استراتيجيه، هم بيدوروا على حد مناسب وانت بتدور على الفرصه دي او فرصه مناسبه. فالموضوع مش حرب، بالعكس انتوا جايين تماتش مع بعض. تمام. خليك هادي، اتعلم ازاي ان انت تintroduce yourself. ممكن نختصرها في approach اسمه what او WAT. ال W what I'm doing، انت بتعمل ايه لما تيجي تقدم نفسك. والله I'm doing a business development وانا بساعد الشركه انها تعمل 1 2 3 4 وهكذا. ال A اختصار ال achievements، ان انت تذكر ال achievements اللي هي مرتبطه او لها علاقه بالوظيفه اللي انت مقدم عليها. ال T هي اختصار ان انت تتايب او تتيلر your background and experience مع المطلوب. يعني مثلا انا والله بشتغل بزنس ديفلوبمنت، انا بساعد الشركات في البروسبكتنج وان احنا نبدا نعمل مالتي شانل اوتريتش بهدف ان احنا نجيب كواليفايد ميتنجز ونجيب ديلز ومش عارف ايه. ومع شركه كذا انا قدرت احقق 40 كواليفايد اوبورتونيتي باماونت كذا، وانا مهتم ان انا اشتغل معاكم. ابدا بقى شوف الاكسبيرينس بتاعتك بما يتناسب مع الشركه، سواء جزء ليه علاقه بالكارير سكوب او حاجه لها علاقه بالهيومن بينج. I value kindness and I find that you مش عارف care about kindness adding to my background about 1 2 3 وهكذا. فانت بتخلي الموضوع فوكست وبتوفر على الناس وعلى نفسك وبتسهل عليك اللي جاي في الانترفيو. والله ان انا عملت الحاجه دي قبل كده وفاهمها وحققت فيها انجازات وعندي اللي انتوا عايزينه في الشركه عندكم. تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي بتساعدك في الانترفيوز وبتساعدك ان انت تكوميونيكيت الفاليو بتاعتك. تمام. انت عايز تعيش كويس، عايز تلاقي فرصه كويسه، عايز تقبض كويس، عايز تعيش في بيئه عمل كويسه. الحاجات دي مش سهله، الحاجات دي فيها منافسه او منافسه عاليه. مش بحبطك، لا انت قادر تعمل كل ده. فانت عشان تعمل ده محتاج تقعد مع نفسك تفكر بجد انت عايز تبقى احسن ولا لا. تمام. عايز تبقى احسن، فانا والله محتاج ان انا اشتغل على نفسي. طب انا عندي انترفيو، طب ابدا اسيرش واسال الناس واشوف ايه المفروض اعمله قبل الانترفيو. عرفت ان انا المفروض اسيرش وكذا، طب هسيرش عن الشركه. عندي انترفيو، شغل دماغ شويه، عندي انترفيو مع ريكروتر، تمام، فاشوف الحاجات اللي هو الريكروتر بيركز عليها. عندي تكنيكال انترفيو، فاشوف الحاجات اللي التكنيكال انترفيو بيدور عليها. تمام. جزء من الريسيرش عن الشركه ليه علاقه ان انت تدخل وكونكت مع الناس بتشتغل في الشركه. ادخل اشوف الناس اللي بتشتغل شغلانتي، لو حد اشتغل جديد فهو لسه فريش عنده الاكسبيرينس بتاعت الهايرنج بروسيس، لو هو قديم فعادي هتبدا تساله برضو الحاجات اللي هم مهتمين بيها، زي تقدر ان انت تستاند اوت خلال الانترفيوز، لو عنده اي نصايح ليك وهكذا. ومن بيرسونال اكسبيرينس برضو. تمام. وانا بعمل ريسيرش عن الشركه اللي كنت ذكرتها من شويه واتكلمت عنها وما قلتش اسمها، هي اسمها ريموت عامه. تمام. تقدروا تسيرش عليها وتقدموا عليها، وموجوده في الريموت بورد اللي انا عامله، فيها فرص حلوه جدا وبيهايروا ناس في مصر او اني وير. تمام. كلمت مع كذا حد في الشركه، فسالت الواد ايه الحاجات اللي ساعدتك ان انت تستاند اوت، فقال لي بكل بساطه انك تكلمني. قلت له يعني ايه مش فاهم، هو في واسي وكنا بنتكلم بالانجلش طبعا. فقلت له مش فاهم، قال لي زي ما انت بعت لي كده بالظبط دي. فانا من شويه بعت اسمك على السلاك تشانل بتاع التيم بتاع الاميا ريجين، والناس او الحاجات دي بتساعد ان اسمك يتشاف. تمام. هي مش حاجه مش هتضمن لك ان انت تاخد الوظيفه، بس حاجه هتضمن لك ان الناس اذا في حد اسمه كذا وبيدخل يتكلم لا ده بيسعى ده بيتحرك. وخصوصا ان انت بتشتغل بزنس ديفلوبمنت، في حاجه من اللي احنا بنعملها ان انت تريتش اوت وتعمل ديسكفري وهكذا. في حاجات بترفلكت ان انت شاطر، ان انت مهتم، ان انت بتدور، ان انت بتسعى، ان انت بتعمل الواجب اللي عليك. ومن غير مطلب طلع اصلا الشخص بعت اسمي او شار اسمي في السلاك تشانل. وده ما حصلش مع الشخص ده بس، مع حد تاني في الشركه برضو. كنت يعني عندي اسئله معينه بسالها للناس وبشوف البرسبكتيف بتاعهم، وفيما بعد برضو ممكن الاسئله تختلف، فلقيت كذا حد شار اسمي اوريدي. عملت ايفورت لما عملت ريسيرش عن الشركه، لما ذاكرت الشركه فعرفت ان هم عندهم ثقافه الدوكيومنتيشن، ان انت لو في تاسك مطلوبه منك، لو في تاسك انت هتانيشيت او هتبدا التاسك دي وهي مش مطلوبه منك لكن ليها علاقه بالشغل، او ان انت حتى حابب تعمل اكتيفيتي معين بره الشغل لكن مع التيم او الناس الموجوده معاك، فاعمل دوكيومنت بالحاجات دي وخليها بابليك عشان الناس تعرف انت بتعمل ايه، تتعلم منك او تبني بناء عليها. فانا اوريدي كنت عامل ريسيرش وفي تفاصيل ابتديت اضيفها. ففكرت في ايه بقى لما عملت ريسيرش في الهاند بوك وذاكرت الشركه، عرفت ان هم بيحبوا حاجه زي دي. فجات لي فكره ان انا ممكن ريتش اوت لحد من الشركه واقول له ان انا عامل ده وممكن تشوف ده ومش عارف ايه. قبل الانترفيو مع ريكروتر كان عندي اسئله، فهم بيشتغلوا مثلا حاجه اسمها ايه ساينك تقريبا لو انا نطقتها صح، وده معنى ان احنا مش لازم نبقى موجودين لايف مع بعض في الميتنج. انا ممكن اعمل دوكيومنتيشن بالحاجات اللي عندي وانت ترجع تابديت او ترد عليا لما تبقى في الشيفت بتاعك حسب التايم زون بتاعك، خصوصا لو الشركه انترناشونال ففي تايم زونز مختلفه، حد في امريكا، حد في مصر، حد مش عارف فين. فبعت للريكروتر قبلها بيوم او يومين، فبقول له ان دي الاسئله اللي موجوده عندي، لو دي حاجه تقدر تساعدك ان انت تحضر كويس وان احنا نكسب وقتنا بشكل افضل ومش عارف ايه.
فعرفت ان انا ذاكرت الشركه، عرفت الناس سواء قبل كده او ريكروتر ان انا ذاكرت الشركه وموضوع الدوكيومنتيشن، وريته ان انا حد لطيف وبتاع ومتفهم، وان انا عارف ان هما بيشتغلوا ايه ساينك، وانا عارف ان انا اعمل حاجه زي دي. فدي حاجات كتيره جدا هتلاقيها بتظهر معاك مع الوقت لما تعمل ريسيرش عن الشركه، وهتساعدك ان انت تدخل انترفيو بشكل احسن وبشكل افضل ومرتاح حبتين. تمام. في حاجه بتقول interview the company that interviews you، اعمل انترفيو للناس اللي هي بتعمل لك انترفيو، هي مش فازلكه وخلاص. تمام. بس انا لقيت فرصه شغل شكلها حلو قوي وعجباني وبسطاني وبتماتش الحاجات اللي انا بدور عليها، فقدمت والحمد لله ربنا كرمني وداخل انترفيو. فخلاص انا هعمل اسئله او داخل انترفيو خلاص. لا، اعمل اسئله، اعمل اسئله، لان ارض الواقع بتختلف. هي الناس مش بتكذب، بس دايما ارض الواقع بيبقى فيه تفاصيل وحاجات كتيره جدا مختلفه. حضر اسئله. تمام. ولو انت ريكروت، لو هتعمل انترفيو مع ريكروتر، فشوف الاسئله اللي هي مناسبه للشخص ده وزن الريسبونسابيلتيز او السكوب بتاعه او تخصصه. لو انت مع مدير المبيعات، مدير السوفت وير، فالاسئله اللي هي مرتبطه بالجزء ده، واسئله تساعد ان انت الدنيا مش واضحه بالنسبه لك فتساعدك ان الدنيا توضح. انا مثلا كبزنس ديفلوبمنت، طب الافريج ديل سايز عندكم قد ايه؟ متوسط الديل بيبقى تكلفته كام؟ الناس بتقفل ديلز في وقت قد ايه؟ مين البيست بيرفورمانس عندكم؟ بيجيب كام ديل في الشهر او في الكوارتر او في السنه؟ عندكم اي تشالنج في الفتره دي وحابين ان انتوا النيو هاير يساعدكم في الحاجه دي؟ الحاجات اللي عندكم مش عارف ايه. طيب اللي قبلي مشي ليه؟ لو في حد مشي قبلي، ولا انتوا بتعملوا هاير عشان الدنيا بتكبر او بتتوسعوا؟ الحاجات دي كلها بتدي لك انسايتس وبتدي لك حاجات كتير قوي تفيدك، تساعدك بكلاريتي او توضح لك الدنيا انت داخل على ايه بالظبط، تساعدك ان انت تقيم الفرصه تستاهل ولا لا. حتى لما مثلا يعني جيت في وقت السالري نيجوشيشن وتكلموا عن السالري، فهتفهم الدنيا صعبه ومحتاجين 1 2 3 4، فانت اوريدي انت عارف الشركه طالبه ايه، بس في ارض الواقع ايه اللي حاصل معاهم؟ هل الحاجات دي عايزه مجهود اكبر من اللي انت كنت متخيله او متوقعه؟ في الدنيا عندهم مشكله فانت محتاج تبني حاجات فروم سكراتش، محتاج تعمل كذا. الحاجات اللي انت مش عارف ايه، دي كلها حاجات هتساعدك ان انت حتى تعرف تقيم الفرصه، تعرف ان انت السالري لا مناسب ولا لا انا هطلب اكتر من كده، ولا لو السالري مش وزن الاكسبكتيشنز بتاعتك بس انا ممكن اوافق عشان لقيت الدنيا حلوه، الدنيا سهله، انا هتعلم حاجات جديده، انا هكسب الشركه، الريسيرش بيفيد جدا، بيفيد جدا بجد والله. انترفيوز كومباني ذات انترفيوز يو، بتوريهم ان انت جامد او بتساعد ان انت تكستشينج الباور. تمام. احنا لما بنبقى ناس بيتعمل لها انترفيو بنحس، يعني خلينا مثلا تحس ان انت اللي تحت وهم اللي فوق. تمام. او هم في طبقه اعلى منك، او هم بيكنترول يو او اوفر باور، او يعني بيتحكموا فيك بشكل ما، او مش بيتحكموا فيك بس انت الطرف الاضعف من الموضوع. فلما تقلب الترابيزه، وفي استراتيجي اللي هي بتاعه الجودو، وكنت بذاكر قبل كده موضوع له علاقه بازاي ان انت تهندل الريجكشن بتاع السيلز. فبيقول لك الجودو ابروتش، ان انت لو انت مثلا الخصم مسيطر عليك بالوضع الفلاني، فانت لو عملت ايه هتعكس او هتقلب الترابيزه يعني. فاحنا مش بنتفزلك ولا بنضايق الناس، لا، انت فعلا لما بتحضر اسئله بتساعدك ان الدنيا توضح لك بالنسبه لك، تعرف تقيم الفرصه كويس. لما تنزل الشغل والناس ردت عليك بكلام حلو ولطيف واقتنعت، هتشوف فعلا ده موجود ولا لا، عشان دي حاجه تساعدك تكمل ولا ما تكملش. تمام. بتخلي الناس تشوف ان انت لا، ان انت شخص عندك شخصيه، بني ادم عنده شخصيه وبيعرف يفكر ومتزن وواعي ومدرك وبيدور وبيسعى وبيتعب، فلا هتفرق معاك جدا. الناس هتحبك. لو الناس خافت منك اعرف ان هم ما يسهلوش، الناس دي مش احسن حاجه ومش احسن ناس تشتغل معاها مثلا على سبيل المثال. فلا، بتدي لك مساحه حلوه جدا، بتوضح لك الدنيا، بتساعدك تفهم اكتر يعني. بس خلي بالك ان انت تأفور في الموضوع فتبوظه وتقلبه، ان انت تسأل الاسئله الغلط او تسأل الاسئله الصح بس الشخص الغلط. ما ينفع. ممكن مثلا لو هتسأل الريكروتر عن الديل سايز والناس بتقفل قد ايه، لا هو ما عندوش الصلاحيه انه يرد عليك في حاجه زي دي، ممكن ياخد الموضوع بشكل عكسي. لكن لو سالته مثلا السيلز مانجر فهو بالنسبه له تمام، ولو بالنسبه له مش تمام فهيتفهم ده ويرد عليك ان دي حاجه ممكن نتكلم عنها مثلا فيما بعد وهكذا. فحضر زي ما تذاكر الشركه، حضر اسئله انت فعلا حاجات جوه دماغك انت لقيت نفسك بتفكر فيها، وهتساعدك ان انت تفهم الدنيا اكتر وبشكل اوضح. وممكن اشير معاكم برضو كيس ستادي عن الشركه اللي عامل عنها ريسيرش عن الاسئله اللي انا حضرتها وهكذا، برضو كانسبيريشن يعني تلهمك ان انت ممكن تفكر ازاي او تعمل ايه، ولو انت بتشتغل نفس شغلانتي ممكن تاخد الحاجات دي اوريدي او بالفعل يعني. تمام. وممكن ترجع تشوف الفيديوز بتاعت اي جات ريموت جوب، لا دي هنتكلم عنها بعدين. قصدي الفيديو بتاع الفير اوف انترفيوز، السيلف داوتس، ان احنا بنشك في نفسنا وما نستاهلش وعندنا خوف وتوتر من الانترفيو. تمام. ولو في حد شاطر في الحته دي جدا ومتخصص فيها ممكن تمنشن اسمه او تبعت لي وانا احاول اريتش اوت عشان نتكلم معاه بشكل اعمق وبشكل افضل، وناخد منه حتى جايد عملي وعلمي عن الحاجه دي بشكل احسن. تمام. اخر حاجه اللي هي نوت ريليتد بس سيم تايم ات ريليتد جدا بالكارير وبالانترفيوز وبالشغل وكل حاجه في الدنيا، دايما خليك حقيقي، خليك انت،
خليك انت بجد، تمام. ما تحاولش ان انت تفيك نفسك، ده هيتعبك وهيبوظ دنيتك فيما بعد. ما كانتش هتخسرك الشغل عشان لقوا ان مش انت ده، او انت مش بتعرف تعمل ده، او مش انت الشخص ده اللي احنا كنا اخدنا امبريشن او صورة عنه وانطباع عنه. فدي هتبقى حاجة مش كويسة، وحاجة هتأذيك انت شخصيا فيما بعد، وهتلخبطك، وهتلاقي نفسك بتقع في دايرة مغلقة عمال بتلف فيها وخلاص. خليك انت، دي حاجة هتساعدك ان انت مع الوقت تستكشف نفسك بشكل افضل، تعرف مشاكلك فين الحقيقية، وتعرف نقاط قوتك فين الحقيقية، تمام. في أداة سحرية ان انت تثق في ربنا بجد. في مرة الدنيا كانت ضايعة وبايظة معايا خالص، تمام، ما عندي مشاكل الدنيا كلها، وعرفت ريموت وركينج ان انا ممكن اشتغل بره مصر. كان عندي ثقة في ربنا حقيقية جوايا، وشايف ان انا معايا سنة عشان اقدر احقق ده. خلال شهر ناس كلمونا ان انا اشتغل معاهم، واشتغلت فعلا شهرين بره لغاية ما عملوا لي اوف او مشوني بشكل ما، تمام. ثقتك في ربنا مش خلاص، ثقتك في ربنا دي حاجة احنا متعلمينها وحابينها وعايزين نعملها فانا واثق في ربنا، لا. ثق في ربنا بجد، استشعر الشيء ده جواك، وثقتك ويقينك في ربنا ان هو دايما معاك، ودايما اقرب لك من اي حد، ودايما شايفك وشايف مجهودك وتعبك وكل حاجة. وادعيه بثقة عشان فعلا هيحقق لك كل اللي انت عايزه. ثقتك في ربنا حاجة كبيرة جدا انت مش متخيلها، تمام. وقلت قبل كده في فيديو ان انت من الحاجات اللي هتساعدك في الدنيا تحقق كل حاجه وتحل مشاكلك هي الصدقه، بنيه صادقه من جواك ان انت هعمل الصدقه دي بفلوس بوقت بمجهود بايا كان، بس هي صدقه وبنيه صادقه عشان ربنا يساعدني في واحد اتنين تلاته، وان ربنا يساعدني عامه في حياتي بشكل عام لو مش هتعملها في موقف مخصص. دي سحر تاني برضو جدا، تمام. حاجة تالتة، اقول لك دعاء حلو، تمام. مش عارف انت ممكن تشوف الموضوع ده ويرد ولا لا، بس انا حابب اشارك ده يعني. في دعاء حلو جدا وجامع لكل حاجة. هما 5 حاجات كأنك بتدعي لكل حاجة في الدنيا، بس طبعا مش هتدعي ده بس يعني، بس خليها دايما موجودة معاك. وهي بتقول اللهم ارزقني. نسيت. الدعاء ده هو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني. هتلاقي فيهم كل حاجة انت عايزها في الدنيا. ده دعاء جميل جدا وجامع لكل حاجة، بس في نفس الوقت لما تدعي ربنا ادعي ربنا بتفاصيل. ما تقولش يا رب اديني فرصة حلوة. اتكلم مع ربنا. انت لو رايح لحد طالب منه حاجة، سواء صاحبك او حد ليه سلطة وانت طالب منه حاجة، هتقعد هتتكلم معاه وهتظبط الدنيا. اتكلم مع ربنا، يعني اتكلم مع ربنا، اتكلم مع ربنا في تفاصيل، واحكي له ان الحاجة دي مضايقاك، الحاجة دي وجعاك، انا عايز واحد اتنين تلاتة اربعة، مش انا عايز كذا وخلاص. يعني دي حاجة مهمة جدا، تمام. احتفل بنفسك وتكافئ نفسك وتبسط بأبسط حاجة انت ممكن تعملها، عشان لو انت بتعمل مجهود كبير جدا ومجهود متواصل لفترات طويلة ولسه مفيش نتيجة، بس دايما هتلاقي في حاجة حلوة انت عملتها ونتيجة عملتها. انا النهاردة ذاكرت حاجة صغيرة، ده انتصار، ده فيكتوري كبير جدا يعني، حتى لو هو صغير بس على الاقل اسمك عملت حاجة، تمام. فدايما قدر نفسك. احنا بنقدر الناس في الصغيرة وفي الكبيرة. قدر نفسك يا عم، انت تستاهل وحلو جدا والله يعني. فدايما خد بالك ان انا النهارده عملت ايه، عملت واحد اتنين تلاته اربعه، عملت التاسكايه دي، قدمت على شغلانه النهارده، اتبسط، افرح ان انت عملت حاجه. قدمت على شغلانه وعملت عليها ايفورت، اتبسط ان انت عملت حاجه. وخصوصا لما تعمل ايفورت حتى لو صغير، فكر فيها، هتلاقي نفسك ان انت مبسوط على الاقل ان انت عملت حاجه مختلفه، عملت حاجه جديده. على الاقل فيما بعد لما تلاقي ان انت محبط شويه، فهتفكر لا بس انا على الاقل الشهر ده او الاسبوع ده قدمت على شغلانه بس بشكل افضل. قدمت على شغلانه لما عملت ريسيرش كويس قدرت الاقي شغلانه فعلا متوافقه معايا جدا، مش شغلانه وخلاص بالتايتل بتاعي، تمام. فدايما احتفل وكافئ نفسك وقدر نفسك حتى بالحاجات الصغيره. اعتقد طولت شويه، فعشان ما نخليش الموضوع كبير قوي ممكن نكتفي في الجزء ده. يبقى اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الفاليو كرييشن يعني ايه، وممكن نعمل ده ازاي بشكل مبسط، او عنوان بسيط ممكن ان هو يبقى جايد ليك ان انت تمسك الخيط من هنا وتحاول انت تكمل. والنهارده اتكلمنا عن الفاليو كوميونيكيشن بشكل مبسط برضو كهيدلاينز ومفاهيم اساسيه. اسعى ودور واتعب. لو في حاجه اقدر اساعدك بيها ابعت لي على طول اكيد اي وقت. الحلقه الجايه هنتكلم عن الاستراتيجيز، حاجات برضو ازاي نبدا نمشي نعمل ده او نطبق ده، او ازاي نتراك او نعمل حاجه مبسطه تساعدنا ان احنا بنقدم على شغل ما ننساش ده، ما تضيعش مننا حاجه معينه، نقدر نتراك الوظائف اللي احنا بنقدم عليها ونتابع عليها، ولو في تاسكات ما نتوهش ما بين الحاجات دي وفي النص.
او ممكن ناخد كيس ستادي برضو عن الجوب اكوزيشن هاب اللي انا عملته عن وظيفه قبل كده، وهنتكلم عن ريموت وركينج. انا شخصيا القصه بدات معايا ازاي وايه اللي حصل وازاي نلاقي فرص شغل ريموت، وشويه ملاحظات في النص لو الوظيفه مكتوبه بلوكيشن معين طب اتاكد ازاي ان هي ريموت ولا لا، والحاجات دي. وممكن نتكلم سريعا او يكون في كول تو اكشن للحلقه اللي انا اتكلمت فيها عن لما شركه بره مصر تعمل لك هايرنج فتعمل لك هايرنج ازاي، لان دي حاجه هتفرق معاك جدا في تفاصيل كتير تانية مهمه بالنسبه لك. حاجه المفروض كنت قلتها من شويه بس افتكرتها دلوقتي، لو هتبدا تعمل اي حاجه في الدنيا ما تقعدش تخطط كتير قوي قوي قوي، لان انا عندي المشكله دي وبحاول اتغلب عليها. يعني انا لازم اخطط واظبط والموضوع يبقى بيرفكت جدا بالنسبه لي، وحاسس ان انا ساتيسفايد مع البلان او الخطوات اللي انا هعملها او ترتيبي للحاجه دي وتخطيطي ليها، وبعدين احاول ان انا ابدا. فبتوه في النص ودايما بقعد الاقي افكار بتطلع لا انا حاسس ان انا مش احسن حاجه ومش عارف ايه. على سبيل المثال حاجات كتيره جدا كنت عايز اعمل سي ار ام للوظائف اللي انا بقدم عليها والشركات الحلوه اللي انا حابب ان انا اشتغل فيها واقدم فيها. قعدت ابلان كتير جدا وخطط كتير قوي على الاكسل وعلى نوشن وفي الورقه والقلم وبتاع، وما عملتش حاجه لشهور. تمام، لغايه ما في مره لا خلاص انا تعبت واتضايقت، ابدا بحاجات صغيره. دخلت على نوشن حطيت بس كده بشكل مبسط الشركه وشويه تفاصيل وبتاع، وفي وقت تاني ضفت حاجه تانية مع بألف في نوشن فعرفت الفانكشن دي. سألت حد عن حاجه فابتديت ان انا الموضوع لا ابتدى ان هو يكبر معايا ويتظبط بشكل افضل. المحتوى ده اللي انا بعمله حاليا تمام ما كانش في الخطه او كان عندي افكار كتيره جدا وكبيره جدا، وبقالي سنه ونص او اكتر من سنه ونص بفكر في الموضوع. للاسف ما عملتش اي حاجه خالص، برغم ان انا ريتشت اوت لناس وظبطت مع ناس مصريين بيشتغلوا مع شركات بره، وظبطت مع ناس كارير كوتشز وناس ثيرابيستس وبتاع ومش عارف ايه ان احنا نعمل 1 2 3 4. لكن قعدت ان انا اخطط وارتب للموضوع، احضر رسائل، الموضوع باظ مني ما عملتش اي حاجه. لكن مجرد في يوم كان في بوست حلو جدا او تريجرد مي قوي لان هو لمسني جدا او حاسس على الجرح، يعني حاجات لها علاقه بالانترفيوز او بالشغل. فلقيت نفسي بكل بساطه اخدت قرار، فتحت الموبايل اللي هو مش احسن حاجه وقعدت اتكلمت. تمام، مره في مره عملت نفس الحاجه وستيل برضه مش احسن حاجه، بس على الاقل ان انا عملت، على الاقل عملت 3 4 فيديوهات لغايه دلوقتي. انا مبسوط ان انا اتكلمت. انا بحب اشارك الحاجات اللي جوه دماغي جدا، افكار بقى وحاجات لها علاقه بالكارير او الاكسبيرينس وهكذا. على الاقل في ناس ممكن تستفيد، على الاقل في ناس ممكن ترتاح شويه تحس ان في ناس شبهها وفي ناس عدت بحاجه زي دي. على الاقل الحاجه دي حتى لو مش احسن حاجه بس بيرسونال براندنج بالنسبه لي، على الاقل ان هي زكاه علم، على الاقل انها حاجات كتيره جدا. بس الفكره ان انا عملت حاجه. ادخل ابدا اعمل خطوه صغيره، والله 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 هتلاقي الموضوع بيمشي معاك. عملت حاجه صغيره جدا النهارده زي ما كنا بنتكلم من شويه، احتفل بالحاجات الصغيره، فبكره هتلاقي نفسك بتعمل حاجه تانية. هتلاقي ان انت مبسوط ومتحمس حتى لو الدنيا بايظه معاك، بس عندك طاقه او عندك قرار ان انا فعلا لا انا هبقى احسن او عايز اعمل، عايز ابقى احسن فهشتغل اكتر. تلاقي عندك طاقه ان انت تعمل حاجه تانية وتالتة، او الحاجه الصغيره اللي عملتها هتكبرها او هتظبطها او ان انت هتكمل فيها. تمام، فابدا بحاجات صغيره. انت بس قرر ان انت تبدا. عايز اخد كورس، ادخل ابدا في الكورس دلوقتي. ما وانت بتاخد الكورس ما تقعدش تظبط انت تاخد نوتس بحاجات كتيره واعمل واعمل واعمل، لا. بسط الموضوع على نفسك، خليك رحيم ورؤوف بنفسك شويه، وخد خطوه حتى لو صغيره واتبسط باللي انت بتعمله. وهتلاقي الدنيا بتمشي معاك احسن ما بنقعد نفكر وعايزين نبقى احسن وعايزين 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 وبنلم ريسورسز وبنروح وبنيجي في الاخر ما بنعملش اي حاجه. لا، حاجه صغيره جدا بكره هتلاقيها حاجه كبيره جدا. يعني زي ما حد قال قبل كده، في شجرة كبيرة جدا، الشجرة دي في يوم من الأيام كانت بذرة صغيرة. تمام، وهي ما طلعتش لوحدها، حتى لو طلعت لوحدها مع عوامل الطبيعة، بس في عوامل في الطبيعة ساعدتها إن هي تكبر تبقى حاجة كبيرة جدا. يعني ماشي.